بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا اتفضلوا معانا. حلة الحلة الواحدة، حلة الكشري. هتعملي كل المكونات وكل الامكانيات بتاعتك، وهتوفري وهتقتصدي على كد ايديكي، وان شاء الله يكون يا رب كده يعجبكم وسريع وسهل في الحر ده وبسرعة تعمليه. وهو كشري الحلة الواحدة، هتعمليه وفي حلة واحدة ومش هتدعكي ومش هتحطي مواعين كتير ولا هتتعبي إن شاء الله. تعالي كده معانا. وبعد ما خلصنا طبق الكشري دي كنت عملت الدجة دي عبارة عن فلفل أخضر، كزبرة خضراء، عبارة عن معلقة توم مطحون وكزبرة ناشفة مطحونة، وعليها عصرتين ليمون، وعليها طبعا شوية الخل اللي هما معلقتين خل. ونضرب كل المكونات ده وتوم مهروس، ونضرب كل المكونات دي في الكبة أو في الخلاط ونخليهم على جنب. أنا كده استعجلت وما كنتش لسه عملت الدقة وكنت حطيتها عليهم في الآخر. طبعا دي اللي هو الدمعة، وده اللي هو الشطة اللي أنا بعملها من فوق. الشطة دي عبارة عن عبارة عن معلقتين، تحطي طاسة وتحطي عليها معلقة سمنة، وتجيبي من نص معلقة شطة وتقلبيها، تحمسي السمنة أو الزيت في الشطة. وبعد ما تحمسيهم تنزلي عليهم بمعلقة معلقة الدمعة اللي احنا شفناها دلوقتي، اللي هي عبارة عن بصل وعصير طماطم. بعد ما يتسبك تاخدي منها معلقتين، ودي تبقى الشطة بتاعتك. وكده تعالي نشوفه. حطينا كده كيس من المكرونة، قلبناه وحمرناه لحد ما شفتوه، ونزلنا عليه بالشعرية. الشعرية هنقلبها كده لحد ما تحمر وتاخد لون. كنت في الفترة دي حاطة طبعا لترين من المية بيغلوا كده، وهتحطي باليم كده. انت هتشوفي مقدار المكرونة على الشعرية على الرز، هتشوفي كمية المية المطلوبة منيكي وهتحطيها وتضيفيها. هنقلب الشعرية مع المكرونة، هنخليها لحد ما تحمر. وبعد كده هنروح ننزل عليها بكيلو رز، كيلو رز مغسول عادي يوم صفاي. وبعد ما هتصفيه هتنزلي عليه بكل الخليط ده. هنقلب المكرونة على الشعرية على الرز، وهنخليه طبعا كده يتفلفل لحد ما ياخد ايه ياخد يتشرب مع المكرونة والشعرية وكل المكونات دي. قلبتيهم مع بعضيهم، هتنزلي عليهم بالمية السخنة اللي هي بتغلي. هتجيبي معاهم طبعا كده احنا حطينا ملح في المكرونة في البداية مع الشعرية، حطينا ملح وظبطنا الملح معانا. وهننزل عليها بالرز ونديها تقليبة حلوة كده علشان يبقى الرز مفلفل معاكي، ويبقى مش معجن ولاسك في بعضيه. هنقلبهم نديهم كده 5 دقايق تقليب، وبعد كده هننزل عليهم بالمية السخنة، المية اللي بتغلي. وبعد كده هنضيف هنضيف مكعب مرقة دجاج، ده براحتك وليكي حرية الاختيار. عايزة تضيفي ضيفي، ما تضيفيش ما تضيفيش. كده انا هضيف عليهم المية اللي بتغلي، وعليهم مكعب مرقة دجاج من المكعب بتاعي. وبس كده. وبعد كده هغطي النار، يعني هوطي النار عليهم، واغطي واغطي الحلة بتاعتي، وهسيبها تستوي كده براحتها. احنا عارفين ان الشعرية ما بتاخدش وقت، والرز والمكرونة في نفس الوقت كلهم هيطلع مفلفل، وزي ما انت شفتيه في البداية هيطلع معاكي عسل. كده خلصنا هنغطيه. نروح نشوف الدمعة بتاعتنا السبكت، اللي هو عملت بصلة، قليت بصلة كده وحطيت عليها عصير الطماطم اللي كنت مفرزاه. وكده ما خدش معايا وقت خالص، يعتبر كده اللي هو حلة الكشري خدت معايا يمكن تقريبا نص ساعة، لأن كنت مسبكة ادي الطماطم، يعني الصلصة. وبعد كده دي الشطة اللي أنا عملتها زي ما قلت لكم. وبعد كده خلصنا حلة الرز بتاعتنا بالمكرونة بالشعرية. ولو معاكي عدس بجبة طبعا هتغليه بعيد، او هتحطيه تضيفيه برضو على المكونات دي، بس في الاخر خالص لما ياخد له كده غلوة او اتنين وتضيفيه معاهم بس. وكده خلصنا حلة الكشري الواحدة. حلة اقتصادية، حلة سريعة، حلة موفرة. وبعد كده خلصنا، ما خدناش يعتبر غير حلتين، حلة المكرونة، حلة الصلصة. وكده ما فيش مواعين، وداعا لفرهدة المواعين في الحر الصعب ده. وربنا ينجينا من عذاب جهنم يا رب كده، ويقينا من عذابها. اللهم امين. وكده انا بشكركم، بشكر مشاهدتكم، بتمنى لكم مشاهده طيبه. واتمنى برضو فضلا وليس امرا لكل حبايبي، لكل اخواتي يدوسوا لنا لايك ويشتركوا لنا في القناه. وطبعا ينزلوا لنا بكومنت حلو، لانه دعمكم بيديني حافز وبيرفع برضو القناه. ربنا يخليكم ليا ويزيدكم نعمه في حياتي يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. وكده خلصنا معاكم الفيديو. يا رب يكون نال اعجابكم، يا ريت يكون مشاهده ممتعه.
ومع السلامة في فيديو آخر، وأشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.